هاي اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا افكار تانية جديدة. هنعمل زينة حلوة نعلقها في البيت للكريسماس. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، في افكار حلوة كتير فاتت. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش معانا. هستخدم العصيان دي بتاعة الشغل الكرافت. ممكن تستخدموا كمان عصيان الشيش طاووق اللي بنعمل بيها شيش طاووق عادي. هي هتبقى ارفع شوية واخف، بس بتنفع برضو. انا استخدمتها في بروجكت تاني. هنعملهم زي المثلث كده كأنهم شجرة. هتحتاجوا هات جلو. ممكن تعملوهم ان لو مش عندكم مسدس الشمع تربطوهم بخيوط، بس هتاخد منكم وقت اكتر بقى ان انتوا تقعدوا تربطوها بالخيط، او تربطوا تستخدموا نوع الجلو اللي بينفع مع الاخشاب. بس برضو ده بيحتاج شوية وقت علشان يمسك، فممكن تعملوها وتسيبوها لحد تاني يوم تكون مسكت كويس في بعض، وبعدين تبقوا سهل عليكم تعملوا بقى بالخيوط. لو هتربطوا بالخيوط، لو هتعملوا ديكور، لو تلونوهم. انا كان ممكن الونهم، هيبقوا حلوين لو تلونوا بالابيض. وكان ممكن برضو نعمل لهم لون بني خفيف، بس يعني انا حبيت اشتغل بسرعة عشان اوريكم الافكار. وكده كده يعني شكلها مش وحش كستايل فارم هاوس، برضو تنفع ان هي تفضل سادة. ممكن الفارم هاوس برضو ستايل بينفع باللون الابيض والبني برضو، بس يعني انا سبتها زي ما هي كده. بعدين جبت بقى فروع ورد، اشجار مدية على وقت الكريسماس، يعني لون ذهبي والاخضر دوت نوعها اسمه هولي، بتاعت وقت الكريسماس. وربطتهم بقى ولزقتهم بالهات جلو، وعملت لهم بالرباط برضو عشان ابقى مطمنه ان هم مربوطين على طول كويس. بعدين جبت كرة من كور الكريسماس الزينة ولزقتها في النص، وبرضو ربطتها بالخيط عشان ابقى متأكدة ان هي سكيور في مكانها، محطوطة كويس مش هتقع. ودول الاتنين باين كون دول. لو مش عندكم تقدروا تستخدموا كورتين تانيين، تقدروا تستخدموا ورد تاني. والتشيري او الهولي الاحمر ده برضو. الفكرة ان انتي بتحطوا الزينة اللي موجودة عندكم وتزينوا بيها الشكل بتاع الشجرة عشان يبقى ليها شكل ديكور حلو كده، تقدروا تعلقوها على الحيطة وتدي لوك جميل للبيت واحتفال حلو تبع وقت الكريسماس. ممكن تفكوا الورد زي ما انا عملت كده وتلزقوه في الحتة اللي انتوا عايزينها. لو مش متظبط ممكن تستخدموا اي فروع، مش لازم شكل الورد دوت او الشجر ده. ممكن تستخدموا جزء من بتاع الشجرة لو عندكم، تقدروا تجيبوا جزء من اشجار اللي هو زي بتاع شجرة الكريسماس، او لو الشجرة قدمت تقدروا تاخدوا منها كذا فرع وتستخدموها ان انتوا بدل ما ترموها تحولوها لديكورات تانية تقدروا تستخدموها في البيت. عملت الجلوفز ده من ورقة الكرتون، موجودة في الفيديو اللي فات وموجودة في فيديوهات تانية قبل كده، تكملة للوك الفارم هاوس يعني. فقلت اوريكم ان احنا ممكن نعلق في الاخر كده، يبقى نازل زي خيط نازل من الشجرة في شوية ديكورات. فعلقت الورقة الكرتون دي، وبعدين جبت جرسين صغننين، ورسمة الجرس برضو الصغنون اللي هو ده البيل ده، دي خشب بس ممكن تعملوها بورق الكرتون برضو. وربطتهم مع بعض كده وعلقتهم، وبعدين حطيت شجرة صغنطوطة وحطيت الدبدوب البابا نويل ده. اتمنى الفكرة دي تكون عجبتكم وتكون سهلة ان انتوا تقدروا تنفذوها. بصراحة مدية لوك تحفة جدا جدا في البيت، شيك جدا جدا وعاملة ستايل حلوة قوي.
فكرة سهلة، وفعلا لو جربتوها بالعصيان بتاعة الشيش طاووق برضو هتبقى حلوة، بس طبعا هتبقى أرق شوية. يعني تاخدوا بالكم في التعامل مع الحاجات اللي زي دي، يعني نبعد عن الأطفال، عشان الأطفال لو شدوا الحاجة وبهدلوها هيكسروها. فبس دي سكيور أكتر، يعني دي قوية سنة فماسكة نفسها أكتر. بس برضو حتى لو عملتوا بالعصيان التانية الصغيرة ممكن ما تستخدموش عصاية واحدة، تستخدموا مجموعة مع بعض. يعني كل ضلع من الأضلاع بتاعة مثلث منهم تقدروا تحطوا مثلا 3 أو 4 عصيان من العصيان بتاعة الشيش طاووق، وتربطوهم كويس جدا مع بعض. هوريها لكم في فيديو تاني، انا لسه ما عملتهاش يعني المرة دي، بس هوريها لكم في فيديو تاني. بس انا استخدمتهم وهما حلوين، يعني حتى لو لوحدها، فحتى لو هتستخدموا واحدة لوحدها كزينة يعني وتتعلق على الحيط وتكون بعيدة عن الأطفال، هتكون حلوة جدا وهتبقى شكلها شيك أوي. ما تنسوش لو عجبتكم الفكرة اعملوا لي لايك، عشان اللايكات بتساعد ان الفيديو يظهر كتير للناس، واعملوا شير وكومنت وقولوا لي رأيكم. باي باي، كل سنة وانتم طيبين.